مستمعينا مستمع مصر اف ام، اهلا بيكم وحلقه جديده ومعكم امنيه قاسم واسمع كتاب. حلقتنا النهارده عن كتاب مشوق جدا، بس قبل ما نعرف الكتاب بيتكلم عن ايه تعالوا نعرف النهارده الفقره الاساسيه بتاعتنا، البيست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا بتتكلم عن ايه. في الروايات معانا روايه هيبتا، وفي الكتب الدينيه لا تحزن، وفي الشعر معانا تراتيل لاحمد النجار، وفي التنميه البشريه معانا لغه الجسد، وفي السياسية مذكرات الشاذلي، والإنجليزية ما زال معانا الكتاب بتاعنا The Fault in Our Star متربع على المبيعات بقاله فترة. ومعانا أحدث الكتب النهاردة الهول لدكتور أحمد خالد توفيق. طبعا الكتب اللي معانا كلها نتمنى ان احنا نتابعها في الفقرات او الحلقات القادمة ان شاء الله. وتعالوا نطلع كده فاصل صغير نعرف فيه برامجنا الموجودة معانا ايه، ونسمع اغنية بسيطة كده على ذوق المهندس بتاعنا النهاردة محمد سعد. وافكركم ان الاتصالات معانا على تليفونات 012 25 35 15 12 و 010 12 14 15 40. وطبعا مستنيين متابعتكم على الفان بيج بتاعتنا المصري فام. مستمعينا ورجعنا بعد الفاصل، وبعد ما عرفنا قبل الفاصل البيست سيلر معانا، تعالوا بقى نتكلم عن الكتاب اللي معانا النهارده. كتابنا النهارده كتاب في الحب والحياه لدكتور مصطفى محمود. مبدئيا طبعا مش هقدر اتكلم كتير عن دكتور مصطفى محمود الغني عن التعريف، بس هنتكلم عنه في اخر الحلقه. تعالوا كده مع بعض نشوف الكتاب اللي معانا النهارده شكله ايه. بصراحه الكتاب صغير كده وشكله جميل قوي، وكان في البدايه ما يديش ايحاء ان هو جواه كل الحاجات الجميلة دي، برغم ثقتي طبعا في دكتور مصطفى محمود، بس برضو شكل كتاب صغير كده، يعني حجم المتوسط. حجم الورق اللي فيه برضو مش كتير، 144 صفحة مع حجم صغير، فيعني كان الكلام قلت هيبقى خفيف وظريف وهنخلص بسرعة، بس لا، طلع كتاب جميل جدا محتاج ان احنا نقراه بتمعن، نقراه اكتر من مرة مش هنزهق. الغلاف بتاعنا شكله حلو، مكتوب جوه وصف الكتاب في الحب والحياة دكتور مصطفى محمود، والقطعة 14 في 20، وعدد الصفحات 144، وسنة الطبع كانت 2013، كانت طبعة أولى على فكرة اللي معايا دي. الناشر مكتبة مصر. مكتبة مصر دي اللي هي مكتبة عبد الحميد جودة الصحار، وطبعا هو برضو غني عن التعريف، كان كاتب مشهور جدا. أكيد في يوم من الأيام هنجيب كتاب نتكلم عنه فيه. الغريب في الكتاب ده انه ملوش مقدمة زي بقية الكتب، واللي اعتقد السبب فيه انه تم طباعته الاولى بعد وفاة الدكتور مصطفى محمود نفسه، فعشان كده ملوش مقدمة. ساعات في مقدمة طويلة كده بتشرح، بس الكتاب بتاعنا بيبتدي مع اول موضوع على طول، يعني الصفحة الموجودة على طول قدامي هي اسرار الشعور. اسرار الشعور ده اول موضوع معانا في الكتاب. احب اقرا لكم اول جزء بس، دايما هقرا لكم اول جزء من كل موضوع والاجزاء المهمه فيه. اسرار الشعور: انت لا تحس بالفانيلا التي على جسمك الا في اللحظه التي تلبسها وفي اللحظه التي تخلعها، اما في الساعات الطويله بين اللحظتين وهي على جسمك فانت لا تحس بها. الدكتور مصطفى محمود هنا كان يقصد في الكلام دوت عن الحياه الزوجيه بين الرجل والمراه، وقد ايه هي مستمره، وطول ما معاك حد عايش معاك على طول انت مش بتحس بيه، بتحس بيه في البداية وبتحس بيه في النهاية، لكن ما بين الوقتين انت مش بتشعر بيه. يعني في البداية وهما بيجهزوا للفرح بيكونوا سعداء جدا، عندهم الاستعداد للاستمرارية، مع الاستمرارية بياخدوا على بعض قوي، فبتبقى الحياة شبه مستقرة جدا لدرجة انها ممكن تكون مميتة، لدرجة ان هم حاسين بوجود بعض ان ده شيء طبيعي وعادي جدا. بتبدأ بقى المناوشات ما بينهم، وبنبدأ عايزين نعرف كل واحد يلفت نظر التاني ازاي، وازاي يحافظ عليه، وازاي ان الجواز اختلف كتير ما بين الماضي والحاضر. زمان كان بيعتبر ان الزواج ده شيء ديني، المرأة بتحب الرجل جدا، وبعد الجواز طبعا بتحبه جدا، وتبقى مش شايفة غيره، وتبقى عايزة تستقر.
لكن بعد كده في الحياة المتقدمة اللي احنا فيها دلوقتي المرأة بتشوف اكتر من رجل، وبالتالي ممكن يلفت انتباهها اي رجل، والرجل كذلك برضو ممكن يشوف زميلته، يشوف حد في الشارع يبقى معجب بيه. فلازم المرأة او الرجل كل واحد منهم يكون متغير كل فترة علشان يقدر يواكب العصر. هقرا لكم الجزء دوت ان هو من وجهة نظر الكاتب، بس هقول لكم وجهة النظر دي بعد ما نطلع نسمع الاذان، اذان العشاء. حان الآن موعد أذان العشاء. بتسمع كتاب. مستمعينا، ورجعنا تاني بعد الأذان، وكنا قبل رفع الأذان كنا بنتكلم عن أسرار الشعور في كتاب في الحب والحياة لدكتور مصطفى محمود. كنا بنتكلم في الجزء ده عن الزواج، وقد ايه كل حد من الزوج او الزوجة كان معتقد ان هو ده نعمة من الله وهبها له. فبعد التقدم اللي وصلنا له بقى الحكاية مش كده، مش حكاية ان احنا نفضل عايشين مع بعض طول العمر مقرر، لا، بقى في حاجة جديدة ولازم كل واحد يلفت انتباه التاني، وبقت الحياة فيها تقلبات، وكل حد لازم يكون بيفكر ازاي يسعد اللي معاه ويحافظ عليه. وكان رأي دكتور مصطفى محمود في مقطع هقراها لكم ان هو بيقولوا: بالطبع الزواج الآن ألذ من زمان، ولكنه متعب ويغور بمشاكله، وأنا أفضل زواجا أستريح فيه على زواج أتشقلب فيه كل يوم لأحرك أعصاب زوجتي وأحافظ على حبها وأجدد شهيتها نحوي. أفضل أن تحبني زوجتي في تدين، فأكون ربها ورجلها وبيتها وحياتها، ويدوم حبنا لأنه عقيدة وإيمان قبل أن يكون حبا. لكن فين أيام زمان؟ هذه أحلام. ليس أمامنا الآن في هذا الجيل من بنات العفاريت غير الألاعيب روك هودسون. ليس أمامنا غير زغزغة أعصاب زوجتنا وتقديم المشهيات العاطفية من كل لون نحتفظ بهن وليحتفظن بنا. طبعا هو هنا لازم ألفت انتباه المستمعين معانا ان الكتاب ده او هي مجموعة من المقالات دي كان بيكتبها في فترة ما بين الستينات للثمانينات، لان في بعض المقالات هيبان فيها الجزئية دي تحديدا انها كانت حاجات في زمن ماضي شوية. نتكلم في الموضوع التاني معانا اسمه ديكولتي. ديكولتي ده او دي تفصيلة او موديل فساتين وبلوزات كانت موجودة في الفترة دي. طيب يعني ايه ديكولتي؟ تعالوا نقرأ كده اول جزء كان بيقول ايه. المرأة في الغالب عملية جدا، واقعية جدا، عاطفية، حسية، نظرتها قريبة، لا تذهب في العادة لأبعد من زينتها، فستانها، مطبخها، بيتها، رجلها، أولادها، عائلتها، جيرانها على الأكثر. اهتماماتها في العادة لا تتجاوز هذا النطاق العملي، وهي تترك للرجل أن ينظر لأبعد من هذا، فيهتم بوطنه وبلده وبالعالم ويكافح على مستويات أكثر عمومية. ده دليل على أن الكتاب ده مكتوب في فترة زمنية قديمة شوية، لأن طبعا لو كان معانا دلوقتي دكتور مصطفى محمود وسمع الكلام ده ما اعتقدش، وقال الكلام ده ما اعتقدش ان كان في حد هيحبه خالص. الكتاب ده هنا في المقطع ده بيتكلم على ان المرأة لازم تكون عصرية زي لبسها، يعني مش كل تفكيرها انها تخرج من البيت وخلاص وترجع في الاخر تتكلم على القصة بتاعة الفستان او تسريحة الشعر، لا، كمان لازم تكون مالية حياة جوزها وتفكيره، ومالية وقتها كويس جدا، وعارفة هي بتتكلم في ايه وعايزة ايه من الحياة. وطبعا لازم كمان انها تلفت انتباهه بقدر من الامكان. والجميل في المقطع ده ان دكتور مصطفى محمود كان اخر احلامه واماله ان المرأة توصل بعقلها في الوقت اللي هو كان بيكتب فيه ل 1980. طبعا احنا عدينا الفترة دي من زمان واتغيرت المقاييس كلها. تعالوا نقرا الجزء ده سريعا كده ونشوف كان رأيه ايه. وهؤلاء النساء الذكيات النموذجيات سوف يعرفن كيف يقصصن عقولهن على الموضة، وكيف يقصصن أرواحهن على الباترون 1980 لآخر مبتكرات الفكر والفن والحب والجمال، وكيف تكون الواحدة منهن حلوة في تقاطيعها، حلوة في لبسها، حلوة في سجاياها.
كيف تقص فستانها ديكولتيه وعقلها ديكولتيه، كيف تكون مشتهاة وبعيدة المنال، وكيف تكون ذات كبرياء وبسيطة، وكيف تكون عاقلة وطفلة، وكيف تكون لطيفة ومهابة، وكيف تكون ست بيت وقارئة ذواقة، وكيف تكون صديقة وعاشقة. وتحاول كل واحدة منكن أن تكون هذه المرأة الذكية النموذجية التي تفهم سير الدنيا، وتوفر على نفسها 100 سنة من التطور، وتجسد لي أحلامي لعام 1980. الفكرة ان هنا الكاتب حاطط كل حاجة على المرأة، يعني عايزة تعمل كل حاجة وكمان تطور نفسها لأبعد من أن تكون في عصرها الحاضر. المقطع اللي بعده أكرهك أحبك. أكرهك أحبك بيتكلم مقارنة بين الحب والكراهية للمرأة، إن الحب الأخير هو أعمق حب تصل إليه المرأة أو يصل إليه كمان الرجل. حينما تقول البنت لصاحبها أكرهك جدا، لا أطيق رؤيتك، أود أن أطلق عليك الرصاص، لقاء الموت أهون من لقائك. حينما تمزق شعرها من البغض وتنشب بأظافرها في الهواء من الغيظ، تكون في حالة حب وليست في حالة كراهية. هو هنا بيفتش في أسرار المرأة وأسرار البنات، ودي حاجة مش ظريفة خالص، لأن طبيعي جدا أن المرأة بتكون في حالة حب بتكون عنيفة، بس مش للدرجة اللي هو مصورها لدرجة، أو احتمال تكون كانت كده في الفترة اللي كان بيكتب فيها المقالات، لكن حاليا أعتقد الموقف اتغير تماما، وبقت المرأة عندها أساليب كتيرة تعبر بيها عن حبها أو عن كرهها للرجل. المقال اللي بعده أشتهيك. كل حياة حسية تعمل في طياتها بذور اليأس، واللذات الجنسية تموت كما تموت بعض الحشرات ساعة التلقيح، تحمل بذور فناءها فيها. والشعور المتكرر بعد كل لذة هو العطش وعدم الاكتفاء، ثم العطش ثانية، ثم العطش، ثم التعب، ثم اليأس من الشبع ومن الراحة، ثم الملل. هنا الدكتور مصطفى محمود بيوضح، أو الكاتب هنا معانا بيوضح الفرق ما بين الشهية، وفي المقال اللي بعده بيفسر معنى الحب. فلازم نعرف ايه الشهوة والحب، لازم نفرق ما بينهم كويس جدا. الشهوة بتكون زيها زي الأكل، زيها في أي حاجة بتبقى وقتية ومع أي حد مش بتفرق، لكن الحب لازم بيكون مع شخص معين وإحساس معين. الراجل مثلا بيكون في الحب الأول يكون أفلاطونيا خجولا، وفي الحب الثاني يكون شهوانيا جسورا، وفي الحب الثالث يكون عطوفا حنونا، وفي هذه المرحلة يكون أحسن حبيب وأحسن زوج. يعني الراجل المفروض إنه ما يحبش غير بعد 30، والأحسن هو يتجوز بعد 30، لأن دي أهم حاجة عشان يستمر ويقدر زواجه يعيش. الخمس موضوعات الأولانية اللي احنا اتكلمنا فيها بيتكلم عن الحب عن المرأة عند المرأة، والشهوة والحب عند الرجل، وبالتالي هو ده الحب في الحياة، الحب ما بين الرجل والمرأة والشهوة بينهما أو الحب بينهما. طيب تعالوا نتكلم في المقال اللي بعده عن أصادقك. هو هنا طبعا هيتكلم عن الصداقة بين الرجل والمرأة. زمان ما كانش فيه بقى الحاجات دي، قبل ما يكتب المقالات دي كان فين وفين على ما الراجل بيشوف المرأة، فبالتالي كان اللي بيجمع ما بينهم هو الزواج على طول. لكن دلوقتي طبعا في صداقة بين الرجل والمرأة، وفي صداقة قوية كمان، لأن بقى عادي بيتقابلوا كتير في الشغل أو في النادي أو في أي مكان، فبالتالي ما بقاش في حاجة بتجذبهم في بعض غير العقل مثلا، فممكن يتكلموا في مواضيع كتير، وممكن يفضلوا أصحاب فترة طويلة كمان. مش شرط يكون حب وبس أو شهوة وبس، لازم يكون في صداقة كمان. المقال اللي بعده حرية الزوجات. حرية الزوجات بيتكلم فيها دكتور مصطفى محمود في الفترة دي عن إن الحرية لو هي حرية مطلقة فهي مدمرة، لأن المرأة يا إما تلاقي اللي يشغلها يا إما بتعمل كارثة. دي وجهة نظره طبعا، بس هي وجهة نظر سليمة، لأن الإنسان الحر في كل حاجة هيعمل إيه؟ يعني لو هي ما وراهاش أي التزامات منزلية أو وراها واجبات، وطول النهار قاعدة فاضية ما بتعملش حاجة، وفي غيرها بيشتغل لها، مثلا لو نعتقد إن جوزها جايب لها عاملة في البيت أو مساعدة في البيت، طب هو هيعمل إيه؟ يعني هي هتعمل إيه؟ لازم تكون بتعمل حاجة مهمة جدا. وبينصح دكتور مصطفى محمود الزوج في نصيحة كده، ان الزوج الفطن هو الذي يشغل زوجته في البيت دائما، ويضع على كتفيها مسؤولية البيت بلا خدم وبلا حشم. إنه بهذا يدخر لها الهدف القريب الذي تنشغل به وتشغل به يديها وعقلها وقلبها، وتوظف حريتها لخير البيت ولصالح الحب الوحيد الحقيقي الذي تعيش له.
لان غير كده هو بيعتقد ان هتقوم ثورة. على فكرة انا بدأت اقتنع بالموضوع ده، لان الثورتين الاخيرة في مصر كانت النساء ليهم دور مهم جدا. المرأة حاليا بتبدأ تغير الوجهة السياسية، هي اللي بتختار وهي اللي بتحدد، وده احنا شفناه في صناديق الانتخابات. في كل الاستفتاءات والانتخابات اللي فاتت كانت المرأة يعني مكتسحة. فهي فعلا بتقدر تقوم بثورة وتقدر تعمل كل حاجة، بس مش مدمرة للدرجة يعني. بعد كده بيكلم دكتور مصطفى محمود عن نصيحة لكل امرأة. تعالوا نشوف يا ترى كان بينصح ايه دكتور مصطفى محمود المرأة. ايام زمان لم تكن المرأة في حاجة الى اي مجهود لاجتذاب الرجل، فهو دائما مجذوب من تلقاء نفسه، يتلصص وراءها من ثقوب الابواب ومن ثقوب البراقع، ويقف ملطوعا بالساعات في الشوارع على امل ان يظهر ظلها من خلف شيشة نافذة، او تظهر يدها وهي تمتد الى القلة او قصيص الظهر. طيب دلوقتي بقت الحكاية مختلفة، الراجل بيقابل المرأة في كل حتة وبيقابلها في كل مكان وشايفها بكل حرية، فبالتالي مش المفروض انها تكون مطمع ليه، ومفروض ان هي تكون تتدلل عليه شوية، لان الراجل بقى بيشوف كل حاجة في كل وقت. وبطبيعة النصيحة اللي بينصحها لها ونصيحتي للمرأة أن تجمع في يدها الكفاءات والمؤهلات لتزغلل الرجل بجمالها وجسمها وشياكتها وشهادتها، إنه مشوارها الآن سيكون مشوارا أطول. تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا. بس كان في سؤال موجود معانا، يا ترى الموضوعات اللي في الكتاب عددها قد إيه؟ اللي يعرف يتصل بينا أو يتابعنا على الفان بيج بتاعتنا. تعالوا نطلع الفاصل. تأخيري عليكم لما بتستنون منظركم. مستمعينا مستمعي مصر اف ام، ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين حلقتنا وكتاب دكتور مصطفى محمود في الحب والحياة. كنا قبل الفاصل اتكلمنا في اكتر من موضوع وموضوعاتنا كتير. انا لما قريت الكتاب في البدايه هو زي ما قلت لكم ملوش مقدمه وملوش تقسيمات داخليه، بس انا لما قريت الكتاب من وجهه نظري الشخصيه قسمته ل3 مراحل. في المرحله الاولى اللي احنا خلصناها بالفعل كان بيتكلم فيها عن الحب عند الراجل والمراه وفي الحب عموما. المرحله الثانيه اللي هنبدا نتكلم فيها دلوقتي هي بتتكلم عن مرحله الحياه نفسها. الحياه احنا بنقابل فيها حاجات كتير جدا، عايزين نفهمها، عايزين نعرفها، وجهة نظر الكاتب كانت فيها ايه. تعالوا نشوف المقال اللي بعده اللي بيتكلم عن جدا 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 جدا. الكاتب بيقول فيها ان اسوأ ورطة نقع فيها هي ان يستحوذ علينا اي شيء جدا جدا، حتى الفرح حينما يستحوذ علينا جدا جدا فانه يهزنا بما يشبه الحزن، اننا من فرط خوفنا على هذا الفرح ومن فرط لهفتنا على ان يطول ومن فرط ذعرنا من ان ينتهي نفرح بحزن، نفرح بخوف، نفرح والدموع تتركرك في أعيننا. ده حقيقة احنا لو نقعد مع بعض كده ثانية، كل واحد يقعد مع نفسه ثانية هيكتشف ان دي الحقيقة بالفعل. كل انسان بيبقى خايف قوي يفرح، خايف قوي لان بعد الفرح هنحزن قوي. دي حاجة يعني هي تشاؤمية شوية، بس لازم نفكر فيها. نفرح بتوسط، نفرح ونحزن بتوسط برضو، لان مش كل حاجة هتنتهي عند هذه اللحظة او مش هنقف عند هذه اللحظة. وطبعا احنا ديننا اصلا امرنا بكده ان احنا لازم نكون متوسطين في كل حاجة. تعالوا نقرأ المقطع ده من الجملة دي من المقال ده ونشوف ان الحب جدا جدا حب طعمه مالح حريف لاسع، ان فيه نفورا وبغضا بقدر ما فيه من حب انه لعنة. تفتكروا فعلا الحب لو زاد عن حده ممكن يكون لعنة؟ وجهة نظر الكاتب وهو فيلسوف فلازم نحترمها ونعرف مقدارها فعلا حقيقي او لا. الكاتب هنا بيختصر المقال في جزء مهم جدا، ان هو بيقول ان الستر هو اهم حاجة. الستر يعني من الستر في الفرح، الستر في الحزن، الستر في الغنى، الستر في الفقر، الستر في كل حاجة هو الفايدة، هو الملخص جدا جدا اللي بتأذينا. التوسط هو أحسن حاجة.
طبعا الكاتب هنا بيرجع برضو ان مامته كانت دايما بتدعي له بالستر، مفهمهاش غير لما كبر وعرف، وقال انا ومن بعد 30 سنة من التفلسف وقراءة المعاجم والمراجع والمصطلحات لم اجد افصح من هذه الكلمات البسيطة، الستر، ولهذا فانا اطلبه لك كما كانت امي تطلبه لي، واعتبر اني بهذا اكون قد طلبت لك كل شيء. فعلا احنا لو احنا معانا بس الستر في كل حاجة ومن كل حاجة هيبقى كفاية علينا قوي كده. فالكاتب بيتمنى لك اللي هو بيتمناه، اللي مامته كانت بتتمناه له دايما، والستر ربنا يديمه علينا نعمة دايما. المقال اللي بعده الجنس اللطيف. الجنس اللطيف يعني بيتكلم عن المرأة، رجع تاني يتكلم عن المرأة، وتقريبا واخد معاها منها موقف، لان في المقال ده بيتكلم عن الفصل كامل عن المرأة في الحب والحرب بين الرجل والمرأة، فكرة الاستحواذ بين الاتنين، مين اكتر حد يستحوذ على التاني. تفتكروا مين بيستحوذ على التاني؟ اعتقد ان مفيش حد، هي حياة ما بينهم متقلبة، هو شوية هي شوية. المقال ده بيتكلم فيه فصل كامل عن المرأة، تقريبا كله جزء كبير ردح. على فكرة الردح دي مش كلمتي، هو قايلها بنفسه في الكتاب، انه هو كان في حال ضد المرأة بس بيتراجع عنها بعد شوية يعني. اجمل كلمة قريتها في المقال ده ان كل منهما الرجل والمرأة يعني ملاك رحيم وجلاد رجيم. تفتكروا؟ حقيقي الكتاب بيتكلم كمان عن ان الصحافة والاذاعة والتلفزيون والسينما والجاسوسية هي اصلح المهن للمرأة، لانها بطبيعتها تملك حاسة قوية تشم بها الاخبار، ولانها ثرثارة محبة للظهور، ممثلة مغرمة بالوشاية. اعتقد ان هو ده جزء الردح اللي هو بيتكلم عليه، لان مفيش اكتر من كده بيتكلم عن المرأة. بس في الاخر اتأسف وقال متأسف لهذه الحملة الشعواء على المرأة، انها حملة موسمية كالخماسين يعرفها الازواج السعداء ويحتاجون اليها بشدة احيانا، وهنعمل ايه في الجنس الحلو الذي نموت فيه ونموت منه. من الواضح انه كان في المقال ده متضايق من مراته او حاجة، لانه كتب مقال طويل قوي. الوهم. المقال اللي بعده الوهم. محمد أفندي بسيوني. محمد أفندي بسيوني رجل عادي، أنفق نصف عمره في التعليم والنصف الآخر في نسيان هذا التعليم على مكتب الوظيفة. لا يثيره إلا شيء واحد في الدنيا، أن تقول له إن زرار جاكيتتك مفكوك وشكلك غير محترم، فليس له سوى مثل أعلى واحد هو الاحترام. المقال ده أنا لما قريته اتأثرت بيه جدا، لأن فعلا الإنسان ساعات بيبقى فاكر نفسه وصل لأعلى القمم، لكن في الأسف هو من جواه مش كده. يعني هو مهتم قوي أستاذ محمد أفندي بسيوني ده بأنه يكون إنسان محترم في وجهة نظر الناس، من وجهة نظر الناس، لكن بينه وبين نفسه ممكن يكون إنسان منحط، ممكن إنسان يكون إنسان ما عندوش مبادئ أصلا، بس أهم حاجة إن الناس تقول عليه محترم. تفتكروا إن ممكن إنسان يبيع نفسه حياته عشان الاحترام بس؟ القصة دي المفروض إنها قصة حقيقية. مشكلة محمد أفندي بسيوني ده قصة حقيقية، إن بكل بساطة ابنه عمل علاقة مع الخادمة، ومع ذلك محمد أفندي بسيوني طبعا عشان عارف ان ابنه محترم متربي في بيت محترم، هو كل اللي عمل هو طرد الخادمة، لكن ما حاولش يسأل ابنه ولا يعيد تربية ابنه الغير محترم. سبب التردد. بسبب التردد المقال اللي بعده بيتكلم خوف الرجل من المرأة، وأن تكون مسيطرة أو تكون خائنة. نرجع تاني للرجل والمرأة. طب ليه ممكن يكون الراجل بيفكر ان هو ما يتجوزش في الفترة دي؟ وليه خايف دايما المرأة تكون خاينة؟ ليه هو ما يفكرش انها ممكن تكون انسان طبيعي وعادي، ممكن تعيش عادي يعني من غير خيانة، وبالتالي ما يترددش ويتجوز عادي؟ تعالوا نقرأ ليه هو قال كده. الرجل بالرغم من قوته وسطوته وهيلمانه غلبان، انه قوام على المرأة، وصي عليها، سابق عليها في الشهادة وفي الميراث وفي الاعتبار، امبراطور على بيتها يحكم فيه ويعزل ويذل ويهدمه إن شاء بكلمة من فمه، ولكنه يعلم أن كل هذه السطوة والسيادة خرافية، وأنه امبراطور غلبان في دولة وهمية من ورق اللعب.
للدرجة دي الرجل عنده الإحساس ده من المرأة؟ عنده الإحساس إن المرأة بس هي اللي بتحكم في حياته؟ وجهة نظر. هو طبعا في الآخر برضو بيعتذر وبيأكد إن مش كل النساء خائنات، وإن ممكن تكون في امرأة كويسة، والطبيعي إن يكون في امرأة كويسة، مش كل الناس خونة. بعد كده بندخل في المقال اللي بعده، وده مقال المزاج. المزاج، ليه مزاجك النهاردة حلو أو ليه مزاجك وحش؟ المزاج هو اللي بيحكم الحالة العاطفية. الحب عاطفة غير ديمقراطية. الحب هتلر، نيرون، كيلاجوا، يأمر دون أن يحاول أن يبرر أوامره أو يبحث لها عن منطق أو أغلبية تساندها. أيوة فعلا، مش شرط كل الناس تحب كل حاجة زي بعضها. لو هنتكلم في الحب العادي للأشياء، بلاش الحب بين الرجل والمرأة، لو هنتكلم في الحب العادي، في حد ممكن يحب الأكل مالح زيادة، وفي حد تاني ممكن يحب الملح قليل، ده مزاج. في ناس محب الشاي تقيل، في ناس تحب الشاي خفيف، ده مزاج. أنا ما اقدرش أتدخل في مزاجك، فبالتالي الحب كمان مزاج. ما ينفعش حد يسأل حد انت بتحب الشخص ده تحديدا ليه، مزاج، هو أهواءهم توافقت فحصل حب. ممكن يكون حب من طرف واحد، بس هو ده مزاجه، بيحب شخص واحد معين وبيحبه بالطريقة دي. الحب بطبيعته كمان متقلب المزاج. يعني بيتكلم الكاتب هنا عن واحد تحديدا صاحبه بيقابله كل فترة، وكل فترة بيقول له انه بيحب حبيبته جدا اللي هي زوجته او حبيبته ايا كانت، بيحبها جدا، بس هو متأكد ان هو لو قابله بعد فترة من الزمن هيلاقيه مش بيحبها. بيعتبر ان الحب هنا زي فصول السنة، متقلب، مزاجك متقلب. تحصل كتير طبعا انك ممكن تقوم من النوم الصبح مزاجك حلو، على نص النهار يكون متقلب، فهو بيعتبر الحب كمان متقلب زي. يعني الحب في اول العمر، فصل الصيف، غير في الربيع، غير في الخريف، غير في الشتاء، تبقى احتياجات الشخص مختلفة، وبالتالي الحب كمان بيكون مختلف. بيسمي هنا المزاج هو الرقعة الوحيدة الحرام التي لا تدخلها المعقولية ولا منطق. صح؟ انت ما ينفعش ابدا حد يقول لحد انت بتعمل ايه. كمان بيأكد هنا في ان مجموع ما تنفقه الدولة لاستيراد اللب والسوداني والبندق والفستق والسجاير والخمور والافلام السينمائية والكتب البوليسية واجهزة الراديو والتلفزيون والاسطوانات واشرطة التسجيل وورق الصحف واصناف البرفان اكبر مما تنفقه على انتاج الحديد والصلب، وهذا طبيعي لان هذه الاشياء ليست كماليات ولكنها ضروريات. المزاج هو مزاج الشخص. احنا محتاجين الحديد والصلب، بس من غير اللب والفول مش هنقدر نعدل مزاجنا. والسجاير لا، مش سجاير، ما تحرضش الناس على الفساد يا محمد. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ونشوف بقية كتابنا معانا فيه. مستمعينا مستمعي المصري اف ام، مكملين معاكم وكتاب في الحب والحياة للدكتور مصطفى محمود. مكملين لسه القسم الثاني عن الحياة، والحياة فيها كتير. في معانا مقال خنزير طيب جدا. خنزير طيب جدا ازاي؟ تعالوا نعرف ازاي. الغرور دائما هو القاعدة في هذا الزمان. كل واحد يعتقد في قرارة نفسه انه رجل صالح وليس اقرب منه الى الله، وربما زاد على ذلك بانه ضحية لهذا العصر الشرير، وانه مظلوم ومجني عليه. اكل الجميع حقه وهضموه واخذوا مكانه، وانه في القاع بينما يجب ان يكون في القمة وهو في المؤخرة، بينما وضعه الصحيح هو المقدمة. كل هذا لأنه طيب وابن حلال وحسن النية، يعامل الله ولا يعامل الناس، ويسابق في فعل الخيرات. أعتقد كلنا جوانا الإنسان ده. طب إيه السبب في ده؟ السبب في ده إن بنبعد عن ربنا. الشهوات زي الأكل والشرب وحب إن يكون معاك المال، وكل الحاجات دي بتبعدنا عن ربنا، وبالتالي بنحس قرارة نفسنا قد إيه إحنا مظلومين، وقد إيه إحنا مهضوم حقنا فعلا، وان المفروض لو احنا كنا فينا ذرة من الشر كان هيبقى حالنا مختلف عن كده. طبعا كلنا بنمر بالمرحلة دي. في مقال بقى انا بحبه قوي، المقال لغز الصحة والمرض. الصحة والمرض ده مقال نعتبر نقول انه مقال في التنمية الذاتية،
لانه بيعرفنا ايه ازاي نقدر نحافظ على صحتنا ونبعد عن المرض. بيختصر الكلام كله في كلمتين اتنين، ان احنا لو بعدنا عن الكره والحقد والانانيه وقربنا من الحب، حبينا كل حاجه حوالينا، هنلاقي نفسنا احسن بكتير صحيا ونفسيا، وعلاقتنا بالمجتمع حوالينا هتكون كويسه، هنكون احنا نفسنا في حاله كويسه جدا في الحياه. معانا المقال اللي بعده، شيء غير اللذة الجنسية. ده المقال ده بيشرح فيه شرح للحب والفرق بينه وبين الجنس. ده شبيه للمقال اللي احنا قريناه في القسم الأول، بس هنا بيشرح بطريقة مختلفة. في مقال بعده، أعز ما تملك. أعز ما تملك دي قصة عن فاطمة. طبعا في البداية ممكن نفتكرها انها بتتكلم عن حاجة معينة، أعز ما تملك البنت، لكن لا، هو هنا بتتكلم على ان أعز ما تملك البنت بيكون الأدب والاحترام، بس لما بيزيد عن حده في المجتمع بيسبب لها إرهاق ذهني ونفسي. يعني لما يبقى كل الناس بتتعامل معاه على انها شخصية محترمة بس لا أكتر ولا أقل، ما بيشوفوش فيها أي حاجة غير ان هي مجرد إنسانة محترمة يعني، فده بيسبب مشكلة. ودي قصة فاطمة، دي قصة حقيقية هي كانت بعتها له من بريد القراء. ندخل في القسم الثالث من كتابنا، مقالات من الواقع. عندنا أول مقال، حينما يقع المحظور. واقعي جدا المقال ده، لأنه بيتكلم فيه إزاي أنت ممكن تكون ماشي في الشارع إنسان عادي جدا، وفجأة بدون مقدمات تصبح قاتل، وقاتل محترف وبدون قصد. بيتكلم في الأول عن طفل عنده 11 سنة قتل زميله 10 سنوات. أكيد طبعا ما كانوش بيبيتين النية لحاجة زي كده، والمشكلة إن هي كانت بسبب ماتش كورة، والجول يتحسب ولا ما يتحسبش. بيتكلم كمان عن الحلاق اللي قتل صاحب المطعم علشان كوباية مية. يعني أنت ممكن تصحى من النوم إنسان طبيعي عادي جدا، وفي لحظة تلاقي نفسك قاتل. أنا لا أصدق أن ما يحدث لنا غريب علينا وعلى طبائعنا. لا أصدق أن الظروف يمكن أن تدفعنا إلى فعل ما ينافي ضمائرنا. لا أؤمن بالحتمية، فالله حينما يسوقنا إلى القدر هو في الحقيقة يسوقنا إلى نفوسنا. إن المقدور المحظور حينما يقع لا أحد يفرضه علينا، وإنما نحن نختاره. نحن القدر والمقدور، وما يحدث لنا هو بصمتنا، بصمات نفوسنا. فعلا يبقى في جزء برضو من جوانا، في ذرة شر جوانا، بس في مواقف معينة بتزيد وبتتسبب في ان احنا نتحول من انسان عادي لانسان موجود في صفحات الجرائد قاتل. المقال اللي بعده زر طربوش، وده مقال جاله من مجهول، خطاب جاله من مجهول وكتب بيه المقال ده عن الولد الفرنساوي اللي مامته فرنساوية من أب مصري، يحمل الطبائع المصرية والشكل الفرنسي، وبالتالي هو تايه، مش عارف هو وجوده في الحياة مصري ولا فرنسي. الناس مش حابينه، او مش كل الناس طبعا، يعني زوجة أبيه مش حباه، لأن هي شايفة ان هو بيحمل جمال والدته أو الأخاذ، فبالتالي هو بالنسبة لها أزمة في البيت عايزة تتخلص منه. طبعا كرهه لنفسه سبب له في أمراض كتير. ده برضو تابع للمقالات التنمية الذاتية. هو كره اللي حواليه وكره نفسه، فبالتالي أصبح مريض بمرض السل، وشايف انه هو ملوش اي لازمة في الحياة، ولازم يتخلص من حياته بانه يروح يجاهد في فلسطين او اي حاجة من الكلام ده. طبعا ده شيء مش صحيح، لان اي انسان لازم يحب نفسه ويحب شكله ويحب الحياة حواليه. في حاجة تانية اسمها مشروع جريمة. ده الشخص بقى الغير راضي عن حاله. غير راضي ازاي؟ عنده كل حاجة ومع ذلك شايف نفسه اقل من اللي حواليه، ولازم يبقى معاه كل حاجة. دي حاجة طبعا ما يقدرش حد يحددها، لان كل انسان لازم يرضى بنصيبه ويرضى بقدره ويرضى بحاجته وبيرضى بالموجود عنده باللي ربنا خلقه علشان. بيتكلم بعد كده دكتور مصطفى محمود عن المهمة الغامضة. المهمة الغامضة دي ان بيجيله اسئلة كتير جدا على بريد الاعضاء عنده في الوقت ما كان بيكتب، ان ليه احنا ربنا خلقنا، طب احنا لازمتنا ايه؟ اكيد كل واحد لينا له في الحياة لازمة، كل واحد ربنا خلقه لسبب والهدف، واهم سبب واهم هدف تغيير العبادة طبعا ان نعمر الارض.
بس مش كل حاجة بالتحديد لازم تكون ليها هدف محدد. انت نقطة في بحر، نقطة في البحر دي يعني اللي انت بتعمله دلوقتي بيأثر يا على الماضي على الحاضر عند حد، بس انت مش حاسس بيه. فانت اكيد ليك هدف، ليك سبب في الحياة. ما ينفعش ابدا نقول ربنا خلقنا ليه وجودنا ليه واهميته ليه، لان اكيد لله في خلقه شؤون، وكل واحد له هدف من وجوده في حياته. بعد كده بيتكلم في اخر مقال المجتمع والفرد. المجتمع والفرد، يا ترى مين فيهم بيكمل التاني؟ هل الفرد محتاج المجتمع ولا المجتمع محتاج الفرد؟ من وجهة نظر الكاتب ان كل الاتنين محتاجين لبعض. الفرد محتاج للمجتمع، والمجتمع محتاج الفرد عشان يكمل بيه. ما ينفعش ابدا حد ينفصل عنه ويقول معرفش. لا، ما هو انت في سلسلة زي عربيات القطر، ما ينفعش نفصل واحدة ونقول ملهاش أهمية. لا، ليها أهمية مهما كان في منها كتير، بس العربية دي تحديدا ليها أهمية، بتنقل الناس من مكان لمكان، فأهميتها موجودة. فأنت كذلك موجود في المجتمع، والمجتمع ما يقدرش يستغنى عن وجودك لأنك بتكمله وبتذوبوا في بعض. دي كانت آخر مقالة في الكتاب. طيب آخر صفحة في الكتاب بتقول إيه بقى؟ اللي هي الصفحة النهائية في الغلاف. يعني قيمة الإنسان هي ما يضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته. وبيتكلم عن دكتور مصطفى محمود وبيقول: يظل الدكتور مصطفى محمود ظاهرة فريدة جمعت بين الأدب والطب والفلسفة والفكر، وتظل مؤلفاته الفكرية وحلقاته التلفزيونية ومناظراته ومناقشاته مثار جدلا تثير الحيوية والنشاط في الحياة الفكرية. ويبقى الدكتور مصطفى محمود القيمة والقدوة والرمز المضيء الذي أفنى حياته باحثا ومنقبا ومجتهدا، وعلامة بارزة من علامات فكرنا العربي والإسلامي والمعاصر. فجاءت كتاباته واجتهاداته شاهدا على عصره وعلى زمانه. فعلا دكتور مصطفى محمود كان طفرة. اتولد دكتور مصطفى محمود في ديسمبر 1921 وتوفى في 31 أكتوبر 2009. درس الطب وتخرج سنة 53 وتخصص في الأمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960. ألف 89 كتاب علمية ودينية وفلسفية واجتماعية وسياسية، إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات. وتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة. قدم دكتور مصطفى محمود 400 حلقة من برنامج شهير جدا كلنا كنا بنقعد نتابعه، برنامج العلم والإيمان. بنى مسجد سنة 79 معروف باسم مسجد مصطفى محمود، لكن هو في البداية كان اسمه المحمود على اسم والده. مصطفى محمود اسمه بالكامل مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، وهو من الأشراف، ينتهي نسبه إلى علي زين العابدين. المجمع بتاعه أو الجامع فيه مجمع طبي بيجيب أشهر الدكاترة وقوافل طبية معروفة جدا وشهيرة والناس بتكون محتاجاها. طبعا محدش يقدر ينسى الأزمة اللي مر بيها دكتور مصطفى محمود، الأزمة اللي اتعرف بيها عن انه هو ملحد، ولكن هو نفسه اعترف انه هو تراجع عن آرائه، في بعض آرائه تراجع عنها، وكان دايما يقولوا عنه انه بيلحد على سجادة الصلاة. يعني وهو بيصلي بيبقى بيفكر دايما في الله وخلقه وشؤونه، فالناس بتفتكر ان ده الحاد. لا بالعكس، هو مش الحاد، هو تعمق زيادة عن اللزوم في اللي هو كان بيدهنا دايما. يعني لما كنا نتفرج على الحلقات مثلا كنا نحس ان هو دقيق قوي، وكان بيورينا قد ايه النحلة بتعمل ايه، او ورقة الشجر، كان بيعرفنا حاجات. الحاجات دي ما كانش يقدر يوصل لها غير بالتعمق اللي احنا كنا مش فاهمينه، وكانت الناس بتفتكره الحاد. هو رجع في الآخر للقرآن الكريم، واعتبر ان اي نهاية للإنسان او اي معرفة او اي خبرة لازم يكون عارفها من القرآن الكريم. دايما كان بينصح الناس انها ترجع للقرآن وتعرف منه كل حاجة هي عايزة تعرفها.
طبعا كان معانا سؤال في حلقتنا النهارده، ما هو عدد موضوعات كتاب في الحب والحياه لدكتور مصطفى محمود. احنا كان معانا اللي كان تابعنا يعرف احنا قسمنا كتاب ل3 مراحل، بس هو بيجمع معانا 22 مقال او 22 موضوع مختلفه. اتقسمت في البدايه ما بين الرجل والمراه والحب بينهما والحياه، واخر حاجه كان من الواقع، ودي كلها عرفناها النهارده من كتاب في الحب والحياه. أعزائي المستمعين، وصلنا لآخر حلقتنا. كانت معكم أمنية قاسم واسمع كتاب، وقابلكم الحلقة الجاية كل يوم 3 الساعة 8 واسمع كتاب.